استمر ما ألطفه بعبده إذ دعاه لدفع الضر فلما كشف عنه ضره مر. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. عليم بالكسال من ندم وإصرار من أصر. عليم فإن سطى رأيت الأمر سميع سبحانه يسمع المدنف المضطر. بصير يرى في دجى الليل الذر. أقر بوحدانيته جل وعلا عن دليل قد استقر. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. في هذه الدقائق المعدودة نتحدث عن أمر عظيم وشيء جليل، أمر لو حصل عليه الإنسان لصلحت أحواله كلها بفضل الله. إنه الشيء الذي قال الله عنه في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنها رحمة الله عز وجل. رحمة الله هي النجاة من كل هم وشر. رحمة الله هي المخرج من كل ضيق. رحمة الله هي الفرج من كل شدة وكرب. رحمة الله هي بره ولطفه وكرمه وإحسانه وجوده لعبده. وإن أكبر فوز وأعظم رحمة ينالها الإنسان هي دخول الجنة. ودخول الجنة لا يكون بأعمالنا ولا بطاعاتنا، ليس بكثرة الصلاة والصيام ولا غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل عباده الصالحون جنته بمحض فضله ورحمته. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتغمدنا برحمته. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. ولو تأمل العبد في سعة رحمة الله عز وجل لوجدها في كل شيء. قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. لوجدها العبد في كل زمان ومكان وفي كل موضع وحال، يجد العبد فيه رحمة الله عز وجل. قال أرحم الراحمين في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ما ينزل الله عز وجل لعباده من رحمة وخير وبركة ومطر ورزق إلى غيره فلن يستطيع أحد أن يمنعه، فلا ممسك له. قال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا منع الله عز وجل ذلك كله فلن يستطيع أحد أن ينزله إلا بإذنه جل وعلا. قال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فما من نعمة من نعم الله عز وجل تنزع منها وتمسك عنها رحمة الله سبحانه وتعالى إلا وتنقلب هذه النعمة نقمة على أصحابه. وما من شدة ومحنة وضيق وبلاء يوجد معه رحمة الله سبحانه وتعالى إلا ويكون بردا وسلاما على قلب صاحبه. ينام الإنسان على الشوك واللظى والحصى فإذا هو مع رحمة الله عز وجل مهاد وحريف، وينام
إنسان على أرائك الحرير وقد نزعت عنه رحمة الله سبحانه وتعالى فإذا فيه الشوك واللظى والتعب. إذا وضع الله عز وجل رحمته في رزق إنسان، في مالك وراتبك، إذا وضع الله رحمته في رزق إنسان كان هذا الرزق مصدر سعادة وبركة على صاحبه، وإذا نزع الله منه رحمته كان مصدر هم وقلق وسبب للحسد والعداوات. المنصب والجاه والسلطة إذا نزع الله منها رحمته كانت مصادر هم وغم ونكد. تجد الإنسان عنده الأموال الكثيرة في منصب عالي ومع ذلك هو في هم وغم ونكد. وإذا فتح الله سبحانه وتعالى رحمته كانت مصادر بركة وسعادة على أصحابها. رحمة الله عظيمة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عز وجل الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحد، رحمة واحدة من 100 رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق فيما بينهم حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. كل مظاهر رحمة الله عز وجل التي تراها في هذا الكون منذ أن خلق الله الكون إلى قيام الساعة هي جزء واحد من 100 جزء. جزء واحد أنزله الله في أرضه وادخر عنده 99 جزءا لعباده يوم القيامة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تبتغي صبيا لها، تبحث عن صبي لها ضاع منها، تبحث عنه في خوف وقلق واضطراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم يشاهدونها في لهفتها وخوفها، فقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أتظنون هذه المرأة مع شدة خوفها ولهفتها على ولدها أن تأخذ ولدها وتلقيه في النار؟ قالوا: قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تفعل، لن تطرحه ولن تلقيه أبدا في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. نسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته. رحمة الله سبحانه وتعالى تصيب كل الخلائق، لكن نصيب الناس من الرحمة متفاوت، يختلف من إنسان لآخر. فإن للرحمة عباد الله أسباب ينال بها العبد رحمة الله عز وجل. كلما استزاد الإنسان من هذه الأسباب زاد نصيبه من رحمة الله عز وجل. ومن أسباب نيل رحمة الله عز وجل على سبيل المثال للحصر وباختصار شديد: أولا الإيمان بالله عز وجل، فإن رحمة الله ومغفرته ودخول جنته لا يمكن أن ينالها إلا من آمن. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كلما استقر في قلب العبد أصبح العبد مهيئا لنيل رحمة الله، فيستزيد العبد من الصالحات لنيل رحمة المولى سبحانه وتعالى. قال ربنا: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فأول أسباب نيل رحمة المولى سبحانه وتعالى الإيمان بالحق، أن يكون الإيمان راسخا في قلب العبد. ومن أسباب نيل رحمة الله عز وجل طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. كذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فلقد قال ربنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. وأعظم رحمة أهديت لهذه الأمة هي نبينا صلى الله عليه وسلم.
فلقد قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. قال ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أسباب نيل رحمة الله عباد الله رحمة الخلق، أن يرحم الناس بعضهم بعضا، فإن الجنة هي دار الرحمة لا يدخلها إلا الراحمون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقيل في الأثر أن عمرو بن حبيب قال لسعيد بن خالد: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خاب وخسر من لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. فالجنة دار الرحمة يدخلها الله عباده الراحمون الذين يتعاملون فيما بينهم بالرحمة. رحمة الخلق عموما بشرا كانوا أو حيوانات سببا لنيل مغفرة الله. فكما تعلمون غفر الله لبغي سقط كلبا، وغفر الله لرجل رأى كلبا يلهث الثرى من العطش، يلهث الرمل من شدة العطش فسقاه فغفر الله له. من أسباب نيل رحمة الله عباد الله الصلح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين. فلقد قال ربنا في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإن وحدة المجتمع سبب لصلاح الأمة، والفرقة في المجتمع سبب لفساد الأمة. ومن أعظم أسباب نيل رحمة من أعظم الأسباب تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين الله عز وجل وقاية يقيه من عذاب الله، حاجز يقيه من عذاب الله، وذلك يكون بفعل الطاعات وترك المنكرات. قال ربنا في كتابه في حق التقوى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول ابن جريج: لما نزل قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس: أنا من كل شيء. ذاك الذي لعنه الله طمع في نيل رحمة الله عز وجل، قال: أنا من كل شيء. فأنزل الله قوله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فقالت اليهود: نحن نتقي ونؤتي الزكاة، طمع أيضا في نيل رحمة الله. فأنزل الله قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال ابن عباس: كتبها الله عز وجل لهذه الأمة. من أسباب نيل رحمة الله ونكتفي بها، من أسباب نيل رحمة الله عز وجل قراءة القرآن واستماعه. فلقد قال ربنا في كتابه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ربنا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من أسباب نيل رحمة الله قراءة القرآن واستماعه وتدبره والعمل به. هذا باختصار شديد بعض من أسباب نيل رحمة الله. أما أسباب نيل رحمة الله فهي كثيرة يجدها من يتدبر في كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشفنا برحمته. اللهم اشفنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى غيرك ربنا طرفة عين لا تكلنا. اللهم ارحم فقيدتنا، اللهم ارحمها يا رب العالمين. اللهم اسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم بشرها بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم بشرها بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اسقها من يد نبيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اسقها من يد نبيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وشكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم وكتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا.